السادة المتابعين ليا. النهارده قلنا هنعمل ايه؟ النهاردة هنعمل سمك مشوي. عندي سمك بوري نضفتها وشكلها من جوه زي الفل اهي، تمام. عندي سمكتين سمك بوري منضفين زي الفل. عندي ثوم، عندي طماطم، بصل، فلفل، جزر، ليمون. ده كله هحطها حشوة فيها. يلا تعالوا نشوف هنعملها ازاي ويا رب يعجبكم. سنة شطة، ودي طبعا اختيارية. هنا انا بشرت الثوم، تمام، زي ما انتم شايفين. نقدر نفرمها، ندقها، بس انا فرمتها هنا، تمام. بس وهضيف هبدأ احط بقى الخلطات هنا على هنا، وهقول لكم ازاي. هنا هبدأ هنا حوالي معلقة ثوم على الخلطة بتاعتي. طبعا الثوم دي انا هحتاجها علشان احطها في سمك تبقى جاهزة عند العطار، اقدر اشتريها، بتدي نكهة حلوة قوي 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 قوي. تحط عندي على السمك الجمبري، رز السمك، بتبقى خطيرة، بتبقى خطيرة جدا. ودي سنة شطة، ودي اختيارية براحتكم. احنا بنحبها مثلا مشطشطة وبنحبها جميلة. حتى اللي بيحب الفلفل يحبها، ممكن تبقى فلفل رومي تدي نكهة، بس لو مش بيحبوا الشطة. بس احنا بنحب تبقى الاكل مشطشط شوية، فحط ده. هنا عندي سنة كزبرة تدي نكهة جميلة برضه جدا جدا الخلطة دي، تمام. وعندي هنا بعد ما حطيت الكزبرة عندي سنة كمون برضه ما يغلاش عنها. طبعا بعد ما حطيت كله هقلب كله بالمنظر ده قدامي هنا عشان يبقى تمام. بعد كده ما اجهز بقى ايه اللي هيحصل. التتبيلة زي ما انتم شايفين اهو، ابدأ احشيها هنا، ابدأ احشيها في السمك. طبعا هنا هبدأ احشي الخلطة عندي في السمك جوه هنا، وهحطها كمان من بره من هنا. وتعالوا نشوف بعد ما احطها ايه اللي هيحصل، تمام. وهنا الشكل النهائي للتتبيلة بتاعتي. انا بس عايزة اوريكم شيء، شايفين الجمال ده؟ لما بيتشوي بيبقى تحفة، بتتاكل، بيبقى نكهتها رهيبة، بتبقى التتبيلة اللي من جوه ما بتترميش، بتتاكل من جمالها، تمام. بس وعايزه اقول لكم حاجه، انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت عصره ليمون، تمام، فيها، بس مش كتير، لان كده كده في النهايه خالص لما هاجي هحط لها عصير ليمون مع الثوم. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، بصوا التفاصيل، هي دي بتتاكل. خدوا بالكم انا كمان حاشياها من جوه من هنا، يعني السكينه بحطها من جوه، تمام.
الحلويات ودخلتها وحطيتها من جوه من اللحم، حتى هتلاقوها اهو هنا. بصوا مليانه. تمام. فكده بتبقى عندي التتبيله، واسيبها كده بالمنظر ده علشان ايه؟ تتبل. وشوفوا الجمال، شوفوا الحلاوه. لا ده في حاجه كمان عايزه اقولها لكم. انا مش بس متبلاها كده، انتوا شايفين انا عامله فيها ايه؟ حتى من هنا مقطعه وحاطه لها التتبيله بتاعتها اهي. شايفين انا حاطه لها هنا التتبيله بتاعتها دي. لا يمكن تفك، لا يمكن، لان الرده بتيجي عليها. تمام. وحتى لما بتتشوي وكده بتبقى دي مشويه، بتبقى طعمها زي العسل. شايفين الحلاوه؟ شايفين الجمال؟ اهو ومن الناحيتين كمان، مش ناحيه واحده اهي. شايفين اهي. بس وهي دي التتبيله بتاعتي اللي بالهنا والشفا. واسيبها ساعتين 3، ممكن قبلها بيوم، واعمل الكميه بقى اللي براحتي. معلش انا عشان بصور بعمل كميات طويله شويه. فايه رايكم؟ وعايزه منكم تقولوا لي ايه رايكم. نيجي للتتبيله اللي هعملها في النهايه عشان اشرب بيها بعد الشوي. بحط سنه ملح، ده على حسب التذوق. في ناس بتحبها بالعاد، في ناس بتحبها مالحه. تمام. هنا سنه كمون. الكمون حلو قوي، بتدي نكهه جميله. وانا هنا هضيف سنه شطه، ودي اختياريه وبراحتكم، بس احنا بنحبها مشطشطه. ده شيء براحتكم، بس انتوا عارفين احنا بنحبها جدا. وهنا انا حاطه ليمونه، وعلى فكره لازم نحط ليمون بكميه كبيره، لانها كده بيحب جدا 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 الليمون المشوي، فبيبقى افضل واحسن. وقلب التتبيله كده، لان الليمون السمك المشوي بيحب الليمون، حلو بالليمون جدا، فاهميني؟ بس وقلبها كده بالمنظر ده. الله، شايفين الصوص؟ شايفين الصوص الناتج عنه؟ فاهميني؟ بس واسيبها شويه. تمام. تتبل وتبخ كل حاجه فيها خلاص، والنكهه تاخد على بعض. بعدين اضيف الميه. ودي بقى التكه بتاعت ابداعات سفرتي. يبقى تكه ابداعات سفرتي ايه؟ ان انا بعد ما احط التتبيله كده بالمنظر ده اسيبها شويه، نص ساعه، ساعه، تبخ الثوم على التوابل على الليمون عندي. بعدين اضيف الميه اللي هرش بيها او اللي هحطها فوق السمك المشوي لما يتشوي. وبكده انا هسيب التتبيله دي بالمنظر ده، والسمك بالمنظر ده هسيبه 3 ساعات 4 ساعات براحتي خالص، لحد لما تتبل لحد ميعاد الغدا. اشوفكم بقى في الشوي. وهنا بسخن الجريل عشان استعد لشوي السمك، فبسخنها على البوتاجاز. وهنا عندي جبت السمك بغلفها من بره بالردة زي ما انتم شايفين. غلفها كلها، يعني اسيب الردة فيها، مش بس اغلفها واشيلها، لا عادي اسيب اغلفها واسيب الردة فيها. لما الجريلة تسخن وتخلص عندي وتسخن عندي، اقوم احطها عليها زي ما انتم شايفين كده بالمنظر ده. وهنا سخنت الجريل وحطيت السمك عليه. تمام. ومش بقعد اقلبها كل شويه، لا انا بسيب اول جنب لحد ما تاخد اول طبقه عندي. تمام. تاخد اللون البني، وبعدين اقلبها تاني. بس لازم الجريل يكون سخن عشان ينجز معايا، وعشان ما يلتصقش السمك بالجريل.
زي ما انتوا شايفين. انا بعد ما اخدت اللون البني بتاعي قلبتها الناحية التانية برضو علشان تاخد اللون. والله 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 عايزة اقول لكم الريحة جنان، الريحة تحفة، وحاجة البيت بتبقى نظيفة جدا جدا جدا. بس وما تكسلوش، بالعكس خلوها دايما تبقى يوم في الاسبوع. السمك طعمه جميل ومفيد جدا. وهنا حطيت على التتبيلة اللي كانت عندي المية اللي هشربها بالسمك المشوي. ما تنسوش التكة بتاعت سفرتي. وهنا بقى حبينا نعمل طحينة. حطيت طحينة، شطة، كمون، معاها غطا خل زي ما انتوا شايفين. اقلبها كويس ومية دافية جدا جدا جدا، هي دافية مش سخنة، واضيفها عليها على حسب الكمية اللي انا حباها. وضفت هنا شوية ذرة ملح بسيطة جدا. حابين تزودوا الملح على حسب الطعم اللي انتوا حابينه او المذاق اللي انتوا تتمنوه. وهنا بعد ما خلصت عندي، شايفين البخار جميل ازاي؟ شربتها اهو، بشربها بالتتبيلة اللي انا عملتها. واو حلوة قوي يا جماعة، والله العظيم اعملوها واعملوا كل حاجة في البيت، بتبقى جنان ونظافة وكل شيء، والطعم حلو قوي. وعلى فكرة ما بتبقاش ناشفة حتى من جوه، هي بتبقى طرية وفيها زي سمك جوسي كده، بيبقى طرية مش ناشفة. واخيرا احب اقول لكم يا رب يكون عجبكم الفيديو، وبعد اذنكم محتاجة احلى لايك، عايزة اشتراك للقناة، عايزة تعليقاتكم الجميلة، وقولوا لي اعمل لكم ايه في المرات الجاية. شجعوني ارجوكم، شجعوني، وزوروني في صفحتي على التيك توك وكمان على الانستجرام، واسيبكم تستمتعوا بقى بالصور الجميلة. شكرا ليكم لحسن استماعكم لفيديو ابداع سفرتي.